السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض شيش طاووق بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان بدون جريل ولا شوي على الفحم. هنعمله بطريقة سهلة جدا في الفرن، وهندخله كده صاج مع بعض. وكمان هنعرف مع بعض النهارده سر التتبيلة السحرية بتاعته. هيطلع معاكي مزبد ولونه جميل جدا، زي اللي بنشتريه وبناكله كمان في المطاعم بره. اهم حاجة ما تنسيش تدعميني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. اول حاجة طبعا عندك صدرين فراخ، على حسب الكمية المتاحة عندك. بجيب كده طبعا هي مغسولة كويس جدا بدقيق، وكمان بملح وجنزبيل. بتنقعيها لمدة نص ساعة، وبتبدأي كده بتقطعيها مكعبات برضو على حسب الرغبة. أنا هنا مقطعاها مكعبات متوسطة، ممكن تقطعيها أكبر من كده أو أصغر. أهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ببدأ كده أقطعها أنا طبعا عشان وقت الفيديو، هبدأ كده أقطعها وهنرجع مع بعض تاني. قطعت كده شيش طاووق وهسيبه كده عشان أعمل له التتبيلة بتاعته. وهبدأ كده بالخضار. في البداية كده طبعا قبل اي حاجة لازم بننزل كده عيدان الشيش طاووق في شوية من المية علشان ما تتحرقش منك في الفرن. هبدأ كده اقطع الخضار، اي نوع خضار عايزة تدخليه. طبعا كله مفيد، وكمان هنشويه مع بعض وطعمه لذيذ جدا. هبدأ كده اعمل خلطة الشيش طاووق. نزلت كده بالثوم، وكمان معلقتين من الزبادي، وكوباية كده من اللبن. تتبيلة جميلة جدا. وكمان هنزل كده بالبهارات. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. شيش طاووق طعمه لذيذ جدا، وكمان ولادنا بتحبه. فاحنا ممكن نجربه من غير جريل على الغاز. احنا كده هندخله مع بعض في صاج ان شاء الله بطريقة سهلة جدا وهتعجبك ان شاء الله. هنزل كده بزيت وخل كمان، بيساعد ان انسجة الفراخ بتستوي معاكي بسرعة. معلقة كده كاتشب. هبدأ كده طبعا اقلب الخلطة كويس جدا، وهسيب الشيش طاووق في الخلطة لمدة ساعة. هبدأ اقلب كده وهنزل بالفراخ. طبعا خلطة الفراخ هعمل نفس الخلطة للخضار. مش هسيبه كده، انا عايزة اطعمه بنفس التطعيمة بتاعة الشيش طاووق. هنعمل برضو مع بعض نفس الخلطة كده. انا هنا بس زودت معلقة من الفلفل الاسود. هغطيها وهسيبها كده على جنب، وهبدأ طبعا اعمل خلطة الخضار. بتدي طعم تحفة في الاخر ان شاء الله. الفيديو يعجبك. هنزل بنفس المقادير، وهلف كده الخضار بالتتبيلة بتاعته، وبرضه هسيبه كده يرتاح لمدة ساعة. طبعا بياخد من التتبيلة وبيديكي ريحة وطعم لذيذ جدا في الاخر. تجربة الشيش طاووق في الصاج في الفرن تجربة جميلة جدا، وكمان مش مش صعبة ولا حاجة. مثلا ما فيش جريل في البيت، ما عندكيش طاسة جريل، او ما فيش فحم في البيت، فطبعا لازم نتصرف. وانا النهاردة عملتها بأبسط طريقة، يعني ممكن انت تعمليها بسهولة جدا. هبدأ كده اغطي الخضار، وطبعا هنسيبهم كده لمدة ساعة. وهجيب كده ايه الصاج. هجيب اي صاج قديم عندك، بتبدأي كده بتحطي ورق فويل فيه حفاظا على الصاج بس مش اكتر. وكمان احط كده تحت العيدان ورقة من الزبدة علشان سلامة الاكل. بتبدأي طبعا بتقيسي العيدان. انا كده سبتها لمدة ساعة، وهبدأ كده طبعا هبدأ
أضبّط كده الخضار، بتبدئي كده بأي نوعية خضار تحبيها تبدئي بيها، أنا بدأت بالبصل، تبدئي طبعًا بفلفل الألوان والطماطم ومعاكِ كمان فلفل رومي أخضر. هابدأ كده طبعًا باوزّعهم كويس جدًا، الألوان كمان ولادنا بتحبها جدًا فلفل الألوان بيدّي شكل جميل جدًا للشيش طاووق، وبيفتح نِفس ولادنا على الأكل، جرّبي الوصفة دي وإن شاء الله هتعجبِك. بتبدئي طبعًا بتوزّعي كده الخضار مع الفراخ على حسب أنا طبعًا عملت هنا عيدان الشيش طاووق على حسب الأفراد. فأنتِ عايزة تزوّدي الكمية، عايزة تقلّلي من الكمية طبعًا ترجع لرغبتِك. طريقة سهلة جدًا وبسيطة وإن شاء الله تجرّبيها. لو وصلتِ للفيديو لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة ونفعّل زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد. طبعًا أنا مقطّعة قطع الشيش طاووق متوسطة. عايزة تكبّري قطعة الفراخ ترجع لرغبتِك. طبعًا أنا جهّزتهم وكمان الفرن كنت مسخّناه قبليها ب10 دقايق، وهابدأ كده طبعًا باسوّيه معاكم بطريقة سهلة جدًا، وكده أخد اللون النهائي ليه، وكمان أنا ضِفت باقي الخلطة عليه يعني على الشيش طاووق من على الوش بتاعه، وده طبعًا شكله النهائي ليه مزبّد وما شاء الله عليه اللون جميل جدًا، أنا مقدّماه مع سلطة خيار، وكمان سلطة طحينة، وممكن تاكليه بعيش، ممكن كمان تعمليه مع رز بسمتي. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، وكمان طعمه لذيذ جدًا، والريحة جايبة لآخر الشارع. إن شاء الله الوصفة تعجبِك، ويا رب الفيديو يعجبِك. جرّبيها هتشويه بدون فحم، ممكن تضيفي فحم في الآخر ما فيش مشاكل خالص، بس أنا النهارده عاملاه بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. يا رب الفيديو يعجبِك، في رعاية الله.